السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة طبعا كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. هنبدأ طبعا من كأس مصر وهزيمة الزمالك وخروجه من كأس مصر الدور ال 16. يعني هزيمة غريبة جدا للزمالك كل نجومه. وهزيمته من طلائع الجيش. ده طلائع الجيش لسه مغلوب من بيراميدز خمسة. يعني كان خلاص الزمالك كان يفوز لولا هدف طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة. طبعا وقت إضافي، النتيجة انتهت 1-1. ضربات جزاء وفاز طلائع الجيش لمقابله الاسماعيلي. برضه الاسماعيلي فاز على سموحه 2-0. سبحان الله، في الدوري الاسبوع اللي عدى سموحه فاز على الاسماعيلي 2-0. في الكاس الاسماعيلي فاز على سموحه 2-0. طبعا بيراميدز فاز على الجونه 4-0. ومودن سبورت فاز على الانبي 1-0. الكاس على طول هيبدا، يعني في خلال ال 10 ايام اخر الشهر يكون الكاس خلصان. كانت خلصانه للزمالك، يعني فرصه ان الاهلي انسحب. الزمالك فرصه ان الزمالك ياخد الكاس اللي متعود عليه. الكاس الزمالك خده في الفتره الاخيره كتير اكتر من النادي الاهلي. ففرصه بيراميدز ان ياخد بطوله. بيراميدز لو ما خدش كاس مصر بعد طبعا انسحاب الاهلي وخروج الزمالك، ما يبقى في حاجه غلط في نادي بيراميدز. نتكلم عن النادي الاهلي واجتماعات النادي الاهلي. إدارة الأهلي بتجتمع مع كولر، إدارة الأهلي تجتمع مع أمير توفيق، اجتماع مع سامي قمصان، كله بشأن الصفقات والموسم الجديد. يعني قبل ما نتكلم على الصفقات والموسم الجديد، عايز أقول يعني في حاجة كده. هو الأهلي كبير ماشي، محتاج صفقات، كل سنة يجيب 4-5 صفقات. طب فين الناشئين؟ فين الشباب اللي أنت لعبت اللي انا من فتره كبيره؟ يعني الاهلي مش مطلع ناشئين من تحت. متعب من فتره، من قريب ما فيش الا محمد عبد المنعم. مفيش. لازم واحد واثنين وثلاثه طعم الفريق الكبير بلاعب واثنين من تحت. فين اداره الكره من كده؟ مفيش ولا لاعب. واعتقد ولا لاعب هيلعب من الشباب السنه الجايه. كولر عايز صفقات، كلها صفقات اجنبيه. حتى المدافع كولر مصمم على مدافع اجنبي. وخلاص يعني اشرف داري الصفقه تم الاتفاق عليها رسميا خلاص معاه ومع النادي بتاعه اللي هو نادي بريست. لكن الموضوع متوقف على اول اعلان الصفقه. خلاص رتوش الاخيره على الصفقه، وان الصفقه دي بتتعلن رسمي، يعني بنسبه تفوق 90%. اشرف داري في نادي الاهلي، وده طبعا مدافع قوي عجب كولر. طبعا كله اراءات كولر. رقم واحد كولر هو المسؤول عن الصفقات. كولر ده هو بديل كوفي لعبد المنعم. لكن صفقات تاني محمد بن رمضان لسه اخر الصفقات ايه، لسه ما فيش. موضوع امير توفيق انه ماشي، لا صعب. يعني ازاي لما لسه اجتماع مع امير توفيق يعني ما كملش حاجه. لسه امير توفيق باقي في نادي الاهلي، وصعب جدا ان امير توفيق يمشي ولسه ما خلصناش الموسم. على الاقل لو اداره الاهلي هتشكر امير توفيق هتشكره في نهايه الموسم، مش نهايه الموسم ده، لا يعني نهايه الصفقات، بدايه الموسم الجديد يكون خلاص الصفقات خلصت، التسجيل خلص، وامير توفيق باق في الاهلي او غير باقي لسه معاه لحد ما تنتهي الصفقات. المهاجم الاجنبي بالرغم عندنا وسام وعندنا كهربا، لكن كولر مصمم على مهاجم اجنبي فلسطيني او غيره، لكن عايز مهاجم اجنبي وخلاص. يعني انت عندك لو انت حسبت اللعيبه الاجانب في الاهلي كده حوالي 6-7 كتار. عطيه الله وبرستاو ورضا سليم ومعلول، ولو جه داري قندوسي، ولسه عايز مهاجم تاني اجنبي هيخش في 7. فالاهلي معلول ممكن لا يقيد، طبعا شيء طبيعي. في بيرستاو يمشي او مش هيمشي. قندوسي ممكن خلاص يعيره للنادي الاهلي وهو ماشي. الاهلي لابد ان يكون صفقات على اعلى مستوى. وعلى فكره انا لما اجيب صفقه اجنبيه شيء طبيعي لازم تكون احسن من الصفقه المحليه. يعني انا ادفع في الصفقه شيء وشويات ودولارات وما تكونش احسن من الصفقه المحليه. فتركيز لو سمحت، تركيز في اللاعب اللي تجيبه. يعني مش اي لاعب. موديست كان لاعب كبير ولكن جه الاهلي ما عملش حاجه.
وكان ده راي كولر. فانا نسبه 60 كولر و40 الاداره. يعني كولر عايز اللاعب ده ما تجيبوش وبس، لازم يكون عيني حلوه عن اللاعب، على اللاعب، عيني شايفه اللاعب ده. لو في لاعب محلي بديل لهذا اللاعب الاجنبي اوفر احسن. ماشي. فنتمنى للنادي الاهلي التوفيق. خلاص الرتوش الاخيره على اشرف داري. محمد بن رمضان ما حدش يتكلم عليه، يعني بنسبه كبيره برضو في اقاويل. احنا معانا لحد قفل او قفل القيد محمد بن رمضان في الاهلي او لا. اشرف داري في الاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله. لكن اللعيبه المحليه مفيش كلام على اي لاعب محلي الا عمر الساعي ولاعب الاسماعيلي الثاني مجدي، عبد الرحمن مجدي. محمد اسماعيل بتاع زيد المدافع خلاص، لو جاب اشرف داري مش عايزين اي مدافع. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.